النهاردة هنتكلم عن طفلة عايشت مظلومة وماتت مظلومة، وكل ده بسبب أبوها وأمها السفاحين. لو عايزين تعرفوا مين هي الطفلة دي وإيه قصتها ونهايتها كانت إيه، خليكم معايا لنهاية الفيديو ويلا بينا نبتدي. الطفلة اللي هنتكلم عليها النهاردة هي بديعة بنت ريا وحسب الله، أشهر سفاحين اسكندرية. بديعة من يوم ما جت على الدنيا حرفيا ما شافتش يوم حلو، سواء من الدنيا أو من أهلها، وخصوصا أبوها اللي كان كارهها عشان كان نفسه يخلف ولد. بديعة من وهي طفلة صغيرة لسه بترضع اتبهدلت واتمرمطت وشافت أيام ما يعلم بها إلا ربنا. حتى أمها ريا لما اتسجنت وهي عندها حوالي 5 سنين، لما أبوها حسب الله سرق وفتشوا بيت ريا لقوا المسروقات عندها، فقبضوا على ريا. وبعد ما أمها طلعت وراحت على اسكندرية لجوزها وبنتها، ريا بقت تحاول تعوضها عن كل اللي بديعة مرت بيه وهي في السجن. بس للأسف ريا ما كانش عندها القدرة الكفاية، لأنها كانت بتحاول تمشي في موضوع بيوت الشرب والبغاء اللي كانوا بيفتحوها عشان يقلبوا عيشهم منها. بديعة من كتر معاملة أبوها القاسية ليها كانت دايما بتقول عليه جوز أمي. بديعة كمان كانت شقية جدا وكانت مشاغبة وكانت قردة وعارفة الكفت زي ما خالتها سكينة كانت بتقول عليها. وما كانش حد حنين عليها في الدنيا دي غير أمها ريا، اللي ساعات كانت بتبقى شديدة عليها برضو، لأن بديعة كانت لمضة وعنادية. كانت بديعة تروح مثلا لسكينة وتقول لها هاتي قرش، سكينة تقول لها يا اختي غوري ونسدي احنا لاقيين ناكله لما ندوكي. تروح تطلب من أبوها يشتمها بأقذر الألفاظ والشتايم اللي طبعا مش هنقدر نقولها، ولكنها موجودة في كتاب ريا وسكينة ومحاضر الشرطة. بديعة اتربت في بيئة كلها بيوت بغاء ودعارة وحشيش. ساعات أمها كانت بتلاقيها زعلانة تقول لها لو عايزة أي حاجة تعالي قوليلي وإحنا نجيبوها لك، وتروح مديها قرش أو قرشين. في مرة راحت بديعة لسكينة وقالت لها أنا عايزة منديل راس عشان ألبسه. قامت سكينة مزعقلها وادت لها واحد قديم من عندها. بديعة خافت ومرضتش إنها تاخده من سكينة، ده يكون بتاع واحدة من اللي قتلوهم. بديعة كانت أول واحدة شافتها وهما بيموتوها كانت نازلة بالليل، وشافت بعدها 2 أو 3 تقريبا. بديعة كمان كانت فتاية شوية، يعني يوم ما راحت تنده نازلة لأمها فضلت تنكش في نازلة بالليل وترد عليها، فنازلة شتمتها، ولما رجعت لأمها قالت لها اللي نازلة قالته. حتى لما اتكشفوا فضلوا يرسوها على اللي هتقوله، بس كان كل هم بديعة إنها تدافع عن أمها وتقول على خالتها وأبوها اللي كانت بتقول عليه جوز أمي. بديعة شافت كتير محدش يستحمله وهي كانت عندها 10 سنين بس، أو ما كانتش كملتهم أصلا. بديعة كانت مهملة ومتجاهلة من الكل. سكينة خالتها ما كانتش بتعبرها غير لما تكون عايزة منها حاجة أو عشان تبعتها مشوار. حتى لما سليمان عزت رئيس النيابة حب يسمع أقوالها استدرجها وخلاها تتكلم لحد ما عرف قد إيه هي كانت محرومة من حنية أهلها. جاب لها لبس جديد وحطها في الملجأ العباسي، وكان على الملجأ حراسة واهتموا بيها. المسلسل جاب شكل الاهتمام والحنية دي في شكل صينية الفراخ اللي في المشهد اللي كلنا شفناه. حتى وهي بتحكي من خوفها من اللي شافته، أنا كنت دايما أحلم بقط أسود كبير جاي عليا وبيخوفني. فضلت بديعة في الملجأ العباسي بعد ما كانت مع جدتها زينب لحد ما جه وقت تنفيذ الحكم، وكان آخر طلب لريا قبل الإعدام إنها تشوف بنتها بديعة. الضابط قال لها انت شفتيها امبارح، وراحوا منفذين الحكم. قبل ما يشدوا الحبل آخر جملة قالتها ريا استودعتك يا بديعة يا بنتي بين ايدين ربنا، ونفذوا الحكم. فضلت بديعة في الملجأ لحد ما ماتت سنة 1924 بسبب مرض السل الرئوي، وكان عندها وقتها 13 سنة. وبكده خلص نسل ريا وحسب الله من الدنيا. لكن اللي بيقولوا ان الملجأ اتحرق والكلام ده كلام فاضي ومش صح خالص. وحكمة ربنا ان بديعة تموت بدري، لانها لو كانت عايشة كانت هتفضل متعذبة طول عمرها بسبب سيرة اهلها. وبس كده. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد.